الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز ترقص وتغني في كواليس إعلانها الجديد. تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز يوم أمس الخميس الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في إعلان جديد لصالح إحدى شركات الأغذية المصرية دعما للمنتج المصري. شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز يوم 28 نوفمبر 2024 كواليس إطلالتها بفستان تميز بلونه، كما تزينت بيدها بعدد من الأساور واعتمدت على المكياج الترابي الذي يتناسب مع جمالها. ياسمين بدت كعادتها عفوية وخفيفة الظل، وكتبت معلقة على الفيديو: مقموصة عشان قاطعنا. كما شاركت ياسمين عبد العزيز قبلها فيديو ظهرت فيه بأكثر من لوك، مجسدة أداء تمثيليا بتماشى مع الإعلان بشخصية سيدة خواجاية وأخرى مصرية ترفض الاحتياج لمنتجات الخواجة بجملة: اسمع يا خواجة، مش عايزين منك حاجة، مش عايزين منك ولا حاجة. ياسمين عبد العزيز شاركت الإعلان عبر حسابها على الانستجرام وكتبت: فهمت يا خواجة. يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت أعلنت منذ أيام عن بداية تصوير مسلسل وتقابل حبيب المقرر عرضه في موسم ماراثون رمضان 2025 للدراما، ويضم العمل إلى جانبها كل من الفنان كريم فهمي وخالد سليم ومحمود ياسين جونيور والفنانة إيمان السيد والفنانة بدرية طلبة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. وقد غابت عن منافسات موسم رمضان 2024 بعد مشاركتها في موسم رمضان 2023 ومسلسل ضرب نار مع الفنان أحمد العوضي والفنان ماجد المصري، ومنتظرين رمضان القادم 2025 بإذن الله مسلسلها الجديد وتقابل حبيب مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي. بتمنى من كل قلبي الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز إن مسلسلها يكسر الدنيا كالعادة.